السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم، نتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. أبناء مدينة سيدي بنور، دائما كنجو نخاطبوكم على الحالة ديال مدينة سيدي بنور على حساب التتبع ديالنا وعلى حساب الرؤية ديالنا وهذه. المهم جينا اليوم كنتكلموا على بعض السياسيين وبعض المنتخبين وهذه اشنو مثلا داروا لمدينة سيدي بنور. هنا كاين شباب اللي هما تبارك الله عندهم افكار وكيفكروا مزيان وهادي وباغي الخير لهاد البلاد وهادي. هنا ما كتلتاحش لهم فرصه باش يكونوا تا هما من الناس اللي يمثلوا الساكنه وهادي، اللي الضعف ديالهم المادي هما عندهم قوة كبيرة في الثقافة وفي التوعية وفي المستوى ديالهم عالي. كتنقصهم الحالة المادية، هي اللي ما كتخليهمش تأهلهم باش يكونوا مثلا كيمثلوا ساكنة سيدي بنور. هنا كنطرحوا عدة أسئلة وعدة علامات استفهام وهذه. بالنسبة للمنتخبين البرلمانيين ولا المنتخبين ديال الجامعة ديال سيدي بنور ولا هادي، المشكل ديالهم اشناهو؟ دابا الناس ديال اللي كيصوتوا على دوك المنتخبين وهادي كيميلوا لواحد الجهة اللي كتكون قوية ماديا. كيكون واحد السيد لاباس عليه في البلاد، معروف مشهور، الناس كلها كتصوت عليه. هنا كاين واحد الخطأ كبير اخوتي بالنسبة لساكنة سيدي بنور والنواحي ديالها. هنا خاصكم تشوفوا الشباب اللي هما قراو تبارك الله وعندهم واحد طموح باش يزيدوا بالمنطقة او يزيدوا بالمدينة وهذه. ما كيحالفهمش الحظ باش يكونوا كيمثلوا الساكنة. هنا كيشوفوا الناس اللي لاباس عليهم، الناس اللي هما اغنياء وهادي هما اللي كيتبعوهم، الناس اللي مشهورين في البلاد. بالنسبه لهذوك الناس اللي مشهورين في البلاد ولا هادي ما عندهمش افكار اللي غادا تزيد البلاد لقدام، ما عندهمش واحد الافكار اللي غادي يحطوها مثلا لبعض المسؤولين اللي كيجوا على الاقليم ديال سيدي بنور. ما كيضيفوش بعض الافكار ولا بعض المشاريع ولا بعض هادي باش يزيدوا بالبلاد وهادي. ما كاين حتى شي حاجه. هنا كنطرحوا علامات استفهام لجميع الناس ديال سيدي بنور والنواحي ديالها وهذه. بالنسبه للسياسيين تقريبا من نهار عقلنا حنا بغينا غير نعرفوا شي سياسي جاب شي اضافه لمدينه سيدي بنور. ما كايناش شي حاجه ابدا. كيمشيو يديروا الاضافات في الحوايج اللي عندهم فيهم الرباح. كيديروا الاضافات الحوايج اللي غيربحوا فيهم وغيزيدوا بهم القدام والحوايج اللي غياخذوا لهم المصالح ديالهم وهذه. اليوم كنطرح عدة أسئلة على الساكنة. واش تقدروا مثلا تشوفوا واحد الشاب اللي هو شاب طموح وباغي يخدم البلاد وباغي يحط أفكار وهادي، راه كيما كتجي واحد السلطات محلية ولا سلطات إقليمية ولا هادي وحتى وزارة الداخلية، إلا لقات واحد السيد مثقف وعنده أفكار مزيانة وهادي راه كيساعدوه في عدة مشاريع. الدولة كتساعدوه في المشاريع باش ينمي المنطقة، ولا جاب افكار مزيانه وبغى يخدم البلاد وهادي الدوله راه كتعاونو. راه ماشي بالشرط يكون لاباس عليه السيد اللي غيمثل الساكنه ديال سيدي بنور ولا هادي. عاد ممكن نقدروا حنا نديروه مثلا رئيس برنامجي او رئيس ديال الجماعه وهادي. خاصنا نشوفوا الناس اللي عندهم افكار اخوتي، ما نشوفوش الناس اللي عندهم فلوس. اللي عندهم فلوس راه عندهم افكار ديال المصالح ديالهم، عندهم افكار كيفكروا بها الحوايج اللي عندهم فيهم الرباح. هادشي اللي كاين اخوتي. اليوم الا جا شي فقير ومثقف وقاري وهادي راه غادي يخدم ودائما غيقلب على المصلحه ديال الساكنه. هنا كما كيشير بها صاحب جلاله في عده خطابات ديالو، كيقول لك اودي شوفوا الشخص المناسب اللي غيخدمكم هو اللي خاصكم تختاروا. راه عندكم الحريه في هذا في هذا المجال. راه كاينه واحد الحريه كبيره. راه كاين شباب اللي باغي يخدموا، كاين شباب اللي باغي ينزلوا معاك للارض، كاين شباب اللي غتعيط لهم في التليفون غيجيو عندك، كاين شباب اللي غتقول لهم مثلا واحد الجهه خاصه وخاصه غيجيو عندك. كاين ناس اللي مسؤولين دابا كبار ومنتخبين وهادي وناس معروفين في البلاد وعندهم قيمه كبيره وهادي. انا كنطرح عده اسئلات على الناس ديال الساكنه ديال سيدي بنور. واش هاد المنتخبين داروا شي اضافه لمدينه سيدي بنور لسنين هادي؟ اعطوني واحد
دار واحد الاضافه لمدينه سيدي بنور، او جلب لها بعض المشاريع، او جلب لها واحد الرواج، او دار واحد الخير مع الناس، وهذه ما كاينش شي واحد ابدا. هنا فين خاصكم تفكروا توعاو بهذه المساله، وتشوفوا الشباب اللي هما قاريين، وشباب اللي عندهم طموح، وشباب اللي عندهم افكار وهذه، وباغيين يزيدوا بالبلاد القدام. هنا راه كنطرح عليكم هاد الاسئله خوتي، راه ما نشوفوش واحد الشخص اللي هو مشهور مثلا في المنطقه ولا لاباس عليه ولا عنده الفلوس ولا هادي، راه غتفوت المرحله وما غتبقى حتى شي حاجه. دابا دوزنا الولايه ديال 5 سنوات، بغينا غير شي برنامج يدافع على مدينه سيدي بنور لعده مشاريع دابا متعطره فيها. زياده على السوق مكرفص، السوق الاسبوعي تا هو كيعاني من الاصلاحات. من دابا الا كان شي امطار الله يجيبها لنا على قد النفع، غتشكل واحد الخطوره كبيره داخل السوق. وكل من الناس اللي عارفين السوق ديال سيدي بنور راه كيتكرفص في وقت الشتاء. وعلاش ما كايناش واحد البنيه تحتيه فين كتسرب المياه وهادي؟ راه ما كيخدموش على هادشي اخوت. راه هنا في خاصكم تفكروا، راه هنا في خاصكم تقلبوا على الشباب اللي يزيدوا بكم قدام ويجلبوا لكم مشاريع ويشاركوكم في التنميه وهذه. واخا التنميه دابا صاحب الجلاله راه حيدها للمنتخبين، ما بقاتش عندهم وكلف بها السلطات. السلطات هي اللي ولات مكلفه بالتنميه وداكشي. اليوم سيدي حتى السلطات مكلفه بالتنميه، وجا واحد الرئيس وهادي وتعاون معاك وراك اش كدير وهادي، راه هذيك السلطات هي غتساعدك. الا عرفت الفكره ديالك ناجحه 100%، راه حتى هي غتساعدك. راه ماشي زعما كاين حنت حيدت المنتخبين راه ما غيستافدش منها المواطن، بالعكس دابا عاد ممكن يستافد منها المواطن ملي حيدت على المنتخبين وهذه. اليوم راه المواطن هو اللي غيولي يستافد من التنميه البشريه. اجتمعوا اخوتي ووحدوا الافكار ديالكم وهذه، وجلبوا بعض المشاريع لمدينه سيدي بنور باش تبقى مدينه هي معروفه، ومدينه تقدم وتزيد قدام. راه جات الحمد لله، جات في الوسط ديال دكاله وهذه. راه الحمد لله مدينه راه زوينه، مواليها مزيانين، الله عمرها دار. وحتى الناس اللي كيجيو مسؤولين على مدينه سيدي بنور راه كيجيو مزيانين، راه كيخسروهم غير بعض المنتخبين وهادي هما اللي كيخسروا دوك الناس المسؤولين. ما كيتعاونوش معاهم، كيديروا لهم نعصا في الرويضه، ما كيجيبوش لهم افكار باش تزيد المدينه. بحكم عندهم واحد الدرايه كبيره بالساكنه وبالمنطقه وبهادي، اللي خاصهم يعطيهم افكار على المنطقه اشنو يقدر يتعايش مع هاد الناس، وشنو اللي يقدر يحرك الاقتصاد ديال هاد الناس. ما كيجيبوش هاد المسائل اخوتي. اليوم راه كنطرح عليكم اسئله كسكان مدينه سيدي بنور، راه كنطرح عليكم هاد الاسئله بحال هكايا. علاش؟ حيت عندنا واحد الرؤيه واضحه على مدينه سيدي بنور. راه نقول لكم، راه هنايا كاينين تبع الجمعيات المجتمع المدني، حتى هما مكتفينهم دوك السياسيين، مكتفينهم شادين لهم من يديهم. وانا الحمد لله دابا راه المبادرات تحيدت المنتخبين وهذه، ولات عاد السلطات الاقليميه والسلطات المحليه هي اللي غتشرف على المبادره، كما كان الحال ديالها كما قال صاحب الجلاله. اليوم هاد السلطات المحليه او السلطات الاقليميه راه ما غاداش دير معكم العصا في الرويضه ولا هذه، بالعكس دابا غتحل معكم جميع المشاكل ديال التنميه البشريه في مدينه سيدي بنور. الحمد لله راه كانت واحد الرؤيه واضحه عند صاحب الجلاله، وكنشكروه الله يشافيه. كانت عنده واحد الرؤيه واضحه عن السياسيين، راهم ما خدموش في المبادرات، راهم ما عاونوش الناس، راهم ما جابوش شي مبادرات مزيانين. اليوم سيدي بغينا الشباب، والشباب اللي قارين، والشباب اللي عندهم افكار اللي كتاهل المنطقه وهذه، راه اليوم ما غادي يحبسكم حتى سياسي. والحمد لله غتبقاو منكم من الجهه ديال السلطات الاقليميه والسلطات المحليه. اليوم جيبوا افكار وحطوهم الشباب وهادي وحركوا المنطقه. راه هادشي اللي باغي صاحب الجلاله، وهادشي اللي باغا الدوله راه ما كتمنع منك حتى شي حاجه. جيب لها فكره مزيانه وتكون فيها واحد الشروط اهله بالنسبه للمنطقه، ولا فيها واحد الارباح وهذه اللي غترد واحد شويه النفع للساكنه وعلى الناس اللي غادي يستافدوا منها وهذه. راه مرحبا، راه الدوله ما حابساكم من حتى شي حاجه، وتبارك الله عليكم، ونتمنى لكم ان شاء الله الخير. تحيه لكم جميعا.